السلام عليكم الاخوان الاخوات ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد على قناتكم قناه جوديا. كما كتشوفوا معايا اليوم جبت لكم معسله رمضانيه اللي كتجي في وقتها ديال رمضان. تقدروا تاخذوها مع الفطور ولا ورا الفطور. الصراحه كتجي رائعه وخفيفه غتعجبكم. ونعتذر على الغياب ديالي صراحه اللي غبت ذلك الظروف ديال العمل وهذا. المهم هنا اللي جبت 4 ديال الكيسان ديال العنبه ديال الفرينه غادي نغربلهم كما كتشوفوا معايا. كتجي ساهله هاد المعسله وزوينه وخفيفه كيموتوا عليها الوليدات. ناخذ هنايا 2 كيسان ديال الزجلان، هنا الكاس الاول هنا الكاس الثاني. هنا غناخذوا معلقه ديال النافع، معلقه ديال حبه حلاوه اللي حمرناهم مزيان في شي مقيله ونطحنوهم، نديروا معلقه منهم، تكون معلقه كبيره عامره كتعطي واحد النسمه زوينه. هنا خميره ديال الحلويات من فئه 8 غرام. هنايا معلقه ديال القرفه معمراش مزيان، معلقه كبيره هي كتنسم واحد النسمه زوينه الصراحه المعسله ديالنا. هنا نحاولوا نخلطوا النواشف ديالنا كاملين كما كتشوفوا، نخلطوهم مزيان بحال هكذا. كما كتشوفوا معنا من بعد ما خلطناهم مزيان النواشف بوحدهم، ديك الساعه نقدروا نزيدوا السوائل. هنا اللي غادي نديروا 4 كاس ديال الخل، اي خل متوفر عندكم، انا درت غير العادي. هنايا نص كاس معامرش ديال ماء الزهر كيعطي واحد النسمه زوينه ومذاق صراحه رائع. هنايا نص كاس ديال الزبده مذوبه النباتيه ولا ديال البواطه بحال المهم نص كاس. صافي نحاولوا اننا نخلطوا الخليط ديالنا، نحاولوا نجمعوه غير بشويه، نجمعوا دوك السوائل ديالنا. من بعد عاد نقدروا نزيدوا الماء غير من الصنبور، ما نديروش سخون ولا دافي، غير من روبيني. نجمعوها على هذا الشكل، نزيدوا الماء غير شويه، نحاولوا ما نكثروش الماء في الاول باش ما تجيراش لينا، خاصها تجينا رطبه ما تجيش قاصحه ما تجيش جاريه، خاصها تجي رطبه عجينه يعني متماسكه. كما كتشوفوا من بعد ما جمعتها على هذا الشكل شوفوا كيفاش جات رطبه هانتوما طريه. حاولوا ما ندلكوهاش، غير نجمعوها بيدينا بحال هكا. صافي من بعد ما نجمعوها نغطيوها على ما نخويو سطح العمل، وهنا نجيبوا الدلك او الوراق نورقوا العجينه ديالنا اللي خصها تجي رقيقه ما تجيناش غليظه باش المعسله ديالنا ما تجيناش مدقسه. نحاولوا اننا نرقوا العجين ديالنا كما تشوفوا على هذا الشكل. شويه بشويه حتى نساليو التوراق. هنا انا قسمتها على 2، غنبدا نرشم بواحد المرشم دائري كما كتشوفوا على هذا الشكل. المهم تقدروا ديروا المرشم اللي بغيتو كبير صغير المهم اللي عجبكم. انا اختاريت هذا المرشم هذا. صافي نحاول انني نرشم هذوك الدوائر ديالي على هذا الشكل، توركوا العجين باش يعطيكم دوك السنينات، كيعطي واحد المنظر زوين الصراحه المعسله ديالنا. وانتم معايا، اعتذر الصراحه غبت عليكم بزاف، غير سمحوا لي وذلك الظروف خارجه عن الاراده ديالي. نتمنى يعجبكم الفيديو ديالي وتتابعوا القناه ديالنا، وان شاء الله نزيدكم جديد فيديوهات اللي متنوعه ان شاء الله، غير مع الوقت وصافي. وعارفين ظروف ديال العمل واحد ما كيلقاش الوقت وهذا. انا رجعت لكم ان شاء الله، نتمنى نتواصل معكم. ملي عجبتكم المعسله ديالي خليو لي تعليقات زويونين باش تشجعوني ونزيد نحط لكم فيديوهات اخرين ان شاء الله. ونتمنى تعجبكم وتجربوها وتردوا عليا في التعاليق. صراحه خفيفه عندها واحد المذاق اللي زويون، نتمنى تعجبكم وتجربوها. كما كتشوفون بعد ما طلعت شكل دوائر غنحاول انني نطويها على 2 ونقرص بحال هذا الشكل باش تعطيني بحال الوريده.
هانتوما تقرصوا مزيان باش ما تحلش ليكم في الوقيته ديال القليان. نعاود معكم واحده اخرى على هذا الشكل، نطويو الدائره في النص ونقرصوا في الاخر ديالها على هذا الشكل، كتعطينا بحال شكل وريضه. صافي ونستمروا تنساليو العجين ديالنا كامل. هانتوما سر انها تجي رقيقه، حاولوا انكم ما تغلظوش العجينه باش ما تجيكمش مدقصه وما تجيش معجنه، تجي رقيقه ويجي فيها واحد المذاق صراحه مقرمش وزويون. هانتوما على هذا الشكل ساهله وما تاخذش لكم الوقت صراحه، في الساعه كتوجد. هانتوما بعد ما ساليت نخليوها تنساليو كاع العجين ديالنا، عاد ندوزو للقليان، منها كترتاح وكتشد راسها، كتجي زويونه الصراحه. هانتوما شنو خرجت ليا صراحه كميه لا باس بها، زويونه. دابا من بعد ما درت الزيت كتغلى، سخنات الزيت، نحاول انني نحط المعسل ديالي بحال هذا الشكل. كما كتشوفوا الزيت راه سخنات. ما كتاخذش لكم الوقت، من بعد ما كتساليو كتجيو معها نيشان قد قد. هانتوما نحاول ان نحرك المقله ديالي باش فهمتي كاع توصل الزيت للحلوه. نحاولوا نحركوا مزيان مزيان، ما نوقفوش على التحريك باش تحمر في نفس الوقت، كامله مجموعه تحمر ونحيدوها. فهنا اللي درتها انا في العسل، نحاول انني نغرقها في العسل باش تشرب ليا العسل. لما حدها سخونه كتشرب العسل. انا هنا كنحاول انني نحركها باش اللي ما وصلتهاش العسل توصلها. وهنايا اللي حيدت هذه شوفوا كي جات محمره تبارك الله، جات زويونه. هنا درتها في واحد الغربال اللي تقطر ليا من العسل. شوفوا كيفاش جات، صراحه جات مقرمشه وزويونه، منظر صراحه رائع. نتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. من بعد ما ساليت هنا حاولت انني نزينها باللوز مهرمش، ولا عندكم قوقاو كونكاسي ولا اللي كان عندكم، والنسمه اللي كتبغيو تزينوا بها. انا هنا زينتها كما قلت لكم باللوز. شوفوا كيفاش جات، عطات واحد المنظر صراحه زوين. والمعسله ديالنا خفيفه وسهله وفي المتناول، تقدروا توجدوها بسرعه، ما كتشدش لكم الوقت. مقادير صراحه ماشي كثيره. هانتوما صراحه جات كتحمر الوجه وواحد المذاق مقرمش صراحه، ما تسخيش بها، زويونه. نتمنى البنات تجربوها وتردوا عليا في التعاليق. وهنا الى لقاء في فيديو اخر ان شاء الله. نتمنى البنات اللي ما مشتركش في القناه يشترك، خليوا لي تعليق، لايكات، ونتمنى نتلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله. ومع السلامه الى فيديو اخر ان شاء الله في وصفه جديده ان شاء الله. ورمضان مبارك سعيد.